السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده كده معايا اوردر عبارة عن تورتتين مقاس 20، تورتايه مقاس 20، وكمان معايا تورتة العلبة. وطبعا تورتة العلبة دي كتير معمولة على اليوتيوب، وهي سهلة جدا. هي بس نفس السبونج وبتركبيها في العلبة، والعلبة دي مقاس اللي هي بتشيل 2 كيلو، اللي هي مكتوب عليها 2000 جرام كده من في العبوة من تحت، مكتوب عليها 2000 جرام. عملتها بسيطة جدا كده. تزيين ايه؟ سبونج، هو اهو سبونج شوكولاتة وفانيليا. طبعا ده كان في صاج 30 في 40، اللي هو مقدار ربع كيلو سبونج جاهز، او المقدار اللي انا بعمله اللي هو البيتي 150 جرام من الدقيق و100 جرام من السكر. تمام. طبعا هتحط 3 بيضات ومعلقه المحسن الجل ومعلقه البيكنج باودر. تمام كده. بس هو للاسف الوقت كان ضيق جدا، ما قدرتش ان انا اعمل معاكم التفاصيل. بدات ان انا احط كريمه شوكولاته من تحت وصوص شوكولاته كده ما بين الطبقات بالنسبه للشوكولاته. وبالنسبه للفراوله كانت هي طالبه كده صوص فراوله و كريم ابيض من فوق، كريم شانتيه ابيض عادي جدا، وحطيت لها تزويق كده خفيف بسيط جدا. وبالنسبه لفوق الشوكولاته حطيت نوتيلا، وبعد كده مشيت عليها بخطوط الشوكولاته، وبدات ان انا اعملها بالخله او خله الشيش طاووق يعني. وعملته زي انتم ما شايفين كده. تقطعوا كيس الحلواني حاجه صغيره خالص، وتبداوا تعملوا بيها زي بابل كده بالشوكولاته وبالكريمه البيضاء العاديه. تمام. هنيجي بقى لتورتة الشوكولاتة دي. من جوه شوكولاتة، كيك شوكولاتة عادي جدا، سبونج شوكولاتة، وحاطة كمان صوص شوكولاتة ما بين الطبقات، إذا كانت دي أو دي الاتنين صوص شوكولاتة، بس هو الاختلاف بس من فوق التزويق مختلف. طبعا ده جناش شوكولاتة، وجناش الشوكولاتة ده عملته 200 جرام من اللبن على 400 جرام من الشوكولاتة، وتماسك زي الفل أساسا. أنا أول ما صبيته خلاص هو تماسك في وقته. تمام، ما احتاجش ان هو يخش التلاجة نهائي. حتى عملت منه روزيتات اهي من تحت بال بجناش الشوكولاته. تمام. ده دليل على ان هو متماسك. بتحطيه في التلاجة وتبداي تعملي منه روزيتات عادي جدا بالطريقه او بالمقدار اللي انا قلت لك عليه دوت. تمام. من فوق هنا بقى عملت كده وردات بالكريم شانتيه، وبالكريم شانتيه عليه صوص شوكولاته ومربى حليب اهي. وده اللون اللي هو الايفوري، انا جايباه كده مكتوب عليه لون ايفوري. تمام. طبعا هابي بيرث داي الاسم، وهنا برضو هابي بيرث داي الاسم. هنا كانت عايزاها شوكولاتات، فبدات ان انا اجيب شوكولاتات. على فكره بالمناسبه ده البوريو العادي، البوريو العادي جدا، اللي هو المصري بتاعنا عادي. تمام. وغرقته في الشوكولاته، غرقته فيه شوكولاته علشان يكون زي المستورد اللي في الثلاجات، انتوا عارفينه طبعا. طبعا ده كونه من الكون، وبيتباع عند خامات الحلويات عادي، وكريسبي، وكسرت بلون الكريز الاحمر. وطبعا ديت الرافاييلو. تمام. بس دي التقليد مش المستورد. تمام. طبعا بشوكة او اي حاجة كده ليها سن، ممكن خلة بتاعة شيش طاووق تحطيها كده في الشوكولاتة وتعملي الزجزاجات اللي انا عاملاها ديت، تنطري بيها كده، مش تحتاج منك اي مجهود خالص. دي كده كانت الطرق بتاعتي. طبعا انا لما بعرف ان عندي اوردر فببدا ان انا احضر الصاج اللي هشتغل فيه، او لو هشتغل في صينيه ابدا احضر الصينيه اللي هشتغل فيها. بصوا دي كده الطرق من بعيد. صوص الشوكولاته لامع تحفه جدا. بصوا يعني يبان في اي حاجه. حطيت بقى كده، بدأت إن أنا أحضّر الصينية اللي أنا هاشتغل بيها بالنسبة للأدوات أو الصاج اللي هاشتغل فيه. أنا باحب أشتغل التورت يعني علشان ما تطلّعش معايا هادر، باحب أشتغلها في الصينية للمقاس بتاعها، يعني مقاسها هاشتغل فيها. أمّا بالنسبة لتورتة العلبة في صاج اللي هو 30 في 40 بيطلّع لي تورتة علبة من الكبيرة. طبعًا مقدار قُلت لكم ربع كيلو من الإسبونج الجاهز. تمام. أو لو عايزين تعملوا البيتي أهلًا وسهلًا. أنا عملته كتير في القناة وتحفة جدًا. أنا دلوقتي باشتغل بالبيتي، التورت دي بيتي والسبونج بيتي. تمام، اللي هو بتاع العلبة، يبقى السبونج كله كده بيتي. بابدأ أدوّر على الخامات اللي عندي، والخامات اللي عندي يعني هو أساسي عندي المفروض يكون فيه شوكولاتة، إذا كانت خام الشوكولاتة البني أو الشوكولاتة البيضا. المفروض يبقى عندي الكريمة.
طبعا دي اساسي موجوده في البيت المفروض يعني. لو طبعا عندي الخامات دي ناقصه ببدا ان انا انزل اشتريها، اشوف انا محتاجه ايه وكده واكتبه، محتاجه ازوق ايه. يعني انا بجيب الاساسيات الاول اللي هو الكريم، الشوكولاته، تمام. وبعد كده بقى اساسا التزيين ده كده جاي لي وانا شغاله، يعني بعد ما حطيت الجناش المصبوب من فوق ده، كل التفكير ده كل الفينش ده جالي وهي التورتايه قدامي، بدات ان انا احط كذا، طب دي محتاجه تتحط هنا، طب دي انا محتاجه احط هنا كذا. انا بس حضرت معايا شويه تظبيطات كده من البيت. طبعا البوريو والكون والحاجات دي دلوقتي متوفره في السوبر ماركتات، مفيش اي مشكله. ده من السوبر ماركت، والكريز في السوبر ماركت، والاوريو في السوبر ماركت، تمام. الكريسبي الصغير برضو في السوبر ماركت. فانت معظم الحاجه دلوقتي بتاعه تزويق الحلويات هتلاقيها في السوبر ماركتات كتير. من صوصات بقى اذا كانت جاهزه، بس انا عامه بحب اجيب الصوصات العاديه، ما بحبش المعلب ده، ما حبيتش طعمه بصراحه. فانت بتبداي بقى تدوري كده هي العميله طالبه ايه، طالبه مثلا حاجه معينه، شوكولاتات على التورته، فبتنزلي تجيبي شويه شوكولاتات كده من السوبر ماركت وتخليها عندك، وتبداي ان انت تحطي على حسب آم، آم، شكل التورتايه قدامك ايه. هي ما قالتلكيش حطي لي نوع كذا، لا، انت جبتي شويه حاجات وبتبداي ان انت تنسقيهم مع بعض. دلوقتي هي عايزاها مثلا ورود وكريم، كريم من فوق او ورود باي حاجه، تبداي ان انت تحطي الكريم، توفقي الالوان مع بعض، تمام. وانا شايفه ان كده الالوان ايه، يعني الى حد ما متناسقه مع بعضيها بالنسبه ان هي تورته شوكولاته، تمام كده. فالموضوع سهل جدا، تبداي ان انت تعملي اصلا حتى لو لاولادك في البيت. الموضوع بقى سهل جدا، تقدري تعمليه. مش هياخد منك اي وقت خالص ولا اي مجهود، تعملي تورتايه على قد بيتك، تمام. ده كده كان اوردر النهارده، وان شاء الله بعد العيد باذن الله هنفنش تورت مع بعض. بس انا بامانه ملحقتش والوقت كان ضيق جدا. دي كده كانت التورت اللي معايا 2 مقاس 20، والتورتايه بتبقى حوالي برضو مقاس هي بتبقى مقاس 18 تقريبا كده. فهنبتدي بقى كده ايه نختم الفيديو. ودي كانت التورت بتاعتنا شكلها من بعيد اهي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.